بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة شريعة الله عز وجل جاءت لضبط حركة الإنسان ويسرت له سبل السعادة في الدنيا تمهيدا لسعادة أبدية في الآخرة. مثل هذه الأحاديث اللي ذكرتها وذكرها أخي محمد قبل حين يضاف إلى حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. لو أن كل مسلم طبق هذا الهدي النبوي لما احتجنا فعلا إلى موائد، هذه موائد رمضان أو دور الرحمة أو شيء من هذا القبيل، لأن العملية بسيطة جدا. كل واحد يقوم بجاره في رمضان وفي كل شهر، لأن التكافل الاجتماعي هذه القيمة أو التكريم أو إكرام الجار وخدمة الجار والاهتمام بشؤون الجار، هذه قيم زرعها الإسلام في الإنسان المسلم لتظل معه، لتكون هذه القيم حاضرة مع الإنسان المسلم طول الوقت وطول العمر. لو طبق هذا الهدي النبوي لما احتجنا فعلا إلى هذه الأمور، ولكن لا حرج. معليش تكون إنه كان أبناء السبيل، كان اللي انقطعت به السبل وكذا، في كل خير، ولكن فقه أولويات. ذكر أخي محمد قبل حين بالنسبة للزكاة، لا يمكن أن تقدم للبعيد والجار هو أحوج إليها. فكيف ينظر هذا الجار إلى ذلك المحسن بين قوسين؟ يقول: يا عجبا، كيف أنا قدامه الباب للباب ونساني وراح الجهة أخرى. أولا ممكن هذا يفتح له، يشجع الشيطان باش يسيء فيه الظن. صحيح. يقول ربما عنده مآرب أخرى. رقم اثنين، يقول لك المؤمن يسبق في روحه، صحيح، ولكن أيضا يكمل جاره. هناك أولويات. صحيح. هناك أولويات. وهذا الحديث ذكرته في مستهل حديثك يا أخي أحمد، حتى الحديث يقول: حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار. معنى وصية متكررة، حتى ظننت أنه سيورثه، ويدخل في الفريضة. والوراثة يحكم علاقة النسب. نعم. لذلك مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون والتضامن، هناك آيات تطرى وأحاديث كثيرة تؤكد وترسخ هذا المبدأ العظيم الذي يحقق ذلك التناغم بين أفراد المجتمع الواحد، بين أفراد الحومة الواحدة. لأن الإسلام كما يهتم ببناء الأمة يهتم أيضا ببناء الحومة. الله فيه. نعم. ذوك ما يجيش صحيح، ربي قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هناك آيات في سورة الأنبياء، في سورة المؤمنون، في صور كثيرة، ولكن أيضا هناك نصوص تدعو إلى التكافل والتناغم والتعاون والتضامن بين الجيران. فالإنسان يكون عنده عقلية الأمة يجب أن تكون راسخة في ذهنه، لأنه هذا أيضا جوار. إذا كان واحد جائع في أي جزء من أجزاء عالمنا الإسلامي الكبير، يجب أن نتألم له وأن نساعده بقدر الإمكان، ونحقق مبدأ التضامن والتكافل بقدر الاستطاعة. ولكن أيضا هذا المبدأ يجب أن يكون حاضرا على مستوى الدشرة، على مستوى الحومة، على مستوى الذروب. كي واحد عبارة بالقبيل اسمها ثونطيش، كي كان يتكلم خويا محمد في الحديث هذاك: لا تحقرن، وفي حديث آخر: لا تحقر من المعروف شيئا. الإنسان يدير الخير، يكفي أن هذاك الجار يقول باللي فكروني، يقول لك في الدار: جا فكرني ما تحقرني. حاسمه ثونطيش هذه حاجة خفيفة. إذا كان واحد دار بدل العشاء يبدل منسي، يعطي الجار حاجة خفيفة جدا، هذه تزيد المحبة وتغسل القلوب وتألف بين القلوب، وتخلي هذاك الرحمة وهذيك الثقة وهذاك التكافل وهذاك المبدأ دائما يكون حاضر. وذاك الإنسان الذي ساعده الناس يأتي يوم إن شاء الله ويتمكن أيضا يستغني، وهو أيضا يساعد غيره.